هو عشان نعرف ايه هي حساسية الجيوب الأنفية لازم نعرف ايه هي الحساسية بوجه عام وبشكل مبسط للناس. الحساسية دي بقى يا دكتور ليها وقت معين ولا ممكن تيجي في أي وقت؟ هل الطفل يقدر يبرز الأعراض مم. زي الكبير ولا ما يقدرش يبرز الأعراض زي يعرف الكبير؟ يقول يعبر عن الأعراض اللي عنده يقدر ولا لأ؟ يعبر عنها ولا لا؟ طب الحساسية اقدر اعرفها ازاي؟ لا، الحساسية بالذات ما بتعتمدش على الفحص الكلينيكي، بتعتمد اكتر على التاريخ المرضي، ان العيان هو اللي يقول لي يا دكتور انا كويس. هو أصلا يعني إيه سبب الحساسية الجيوب الأنفية؟ وهل هي ممكن تكون عوامل وراثية ولا بسبب مشاكل بيئية؟ يعني مثلا البيئة اللي الواحد فيها من أتربة أو حاجات معينة، ولا يعني إيه الأسباب بالظبط بتاع حساسية الجيوب الأنفية؟ هو بره بيقولوا عليه كابنج، احنا عندنا اللي هو الحجامة. يعني في كلام مدروس وكلام بدأ يكتر كتير جدا في الابحاث العلميه الحديثه عن دور الكابنج في التهابات الجيوب الانفيه وفي حساسيه الجيوب الانفيه. طب أنا هاخد من كلام حضرتك بقى سؤال مهم جدا. مريض حساسية الجيوب الأنفية ده يكشف أنف أذن ولا يكشف مناعة في الأصل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست طريق العافية. وزي ما اتفقنا إن احنا في كل مرة من حلقات بودكاست طريق العافية هيبقى معانا أطباء مش بس هيتكلمونا عن الأمراض وأعراض الأمراض، وإنما هيرسموا لنا طريق العافية في خطوات. والنهاردة معانا موضوع مهم جدا وبيشغل بال كبار وصغيرين: حساسية الجيوب الأنفية. وطبعا عشان نتكلم في حساسية الجيوب الأنفية لازم يبقى معانا أستاذ الأنف والأذن، واحد من أشهر وأمهر أطباء الأنف والأذن في بني سويف. معي ومعكم الأستاذ الدكتور أحمد حلمي عيد، استشاري جراحات ومناظير الأنف والأذن والحنجرة، مدرس الأنف والأذن والحنجرة كلية طب جامعة بني سويف. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور أحمد. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ مدحت، انا سعيد جدا ان انا اكون موجود في اكبر صرح طبي خيري في محافظه بني سويف، وهو صرح روح الحياه. بصراحه اللي بتقدمه عيادات روح الحياه وفريق روح الحياه من خدمه طبيه متكامله بسعر ممتاز للمريض البنسويفي، ده شيء يشرف، وشيء إن شاء الله تعالى يكون في ميزان حسنات فريق عمل عيادات روح الحياة. جزاكم الله خير دكتور أحمد، شهادة نعتز بيها، ربنا رب يبارك فيك ويحفظك، وحضرتك يعني من أعمدة هذا الكيان الكبير، يعني ربنا يحفظك الحمد ويبارك لله فيك. رب العالمين، الحمد لله. دكتور أحمد، نخش بقى على طول في الموضوع اللي يشغل زي ما قلنا بال كتير من الناس، في سواء كبار أو صغار: حساسية الجيوب الأنفية. عايزين بقى في الأول ببساطة كده حضرتك تكلمنا يعني إيه حساسية الجيوب الأنفية؟ هو عشان نعرف ايه هي حساسية الجيوب الأنفية لازم نعرف ايه هي الحساسية بوجه عام وبشكل مبسط للناس. الحساسية هي عبارة عن استجابة مفرطة لمؤثر طبيعي، قد يكون مؤثر خارجي أو داخلي. تمام. الاستجابة المفرطة دي بتظهر بأعراض مفرطة حسب الجهاز اللي بيحصل فيه الحساسية. لو هي في الجيوب الأنفية هتبقى الاستجابة المفرطة دي تتمثل في أعراض زي سيلان الأنف، حكة الأنف، العطس المستمر، انسداد الأنف، الإفرازات المستمرة، وهكذا. تمام. طيب يعني إيه استجابة مفرطة أصلا؟ يعني ايه استجابة مفرطة؟ يعني مفترض ان انا في اشياء طبيعية زي بعض المأكولات زي اللبن او البيض او بعض الملموسات زي الصوف مثلا، لما اتعرض ليهم ما يحصلش استجابة لجسمي خالص، الجسم ما يتفاعلش معهم ولا يعمل استجابة. تمام. لكن في المريض الحساسية بيبقى فيه استجابة مفرطة بقى للحاجات ديت، ويحصل لما المريض يتعرض ليها يظهر عليه الأعراض حسب الجهاز المتأثر أو المتضرر بحساسية. لو هي الجيوب الأنفية يبقى ليها أعراضها، لو هي الصدر يبقى فيه أعراض حساسية صدر، لو هي الجلد هيبقى فيه أعراض حساسية جلد، لو هي العين هيبقى فيه أعراض حساسية عين، وهكذا. ده طيب. اللي هنعرفه يعني إن شاء الله في البودكاست النهاردة. طيب حضرتك قلت لنا ان استجابة الجسم استجابة مفرطة. طب ليه الجسم بيعمل استجابة مفرطة دي اصلا؟ تمام، احنا قلنا إن في بعض الأحيان المؤثر ممكن يكون ليه استجابة طبيعية، تمام. لكن في بعض الأشخاص اللي هي بقى عندهم الحساسية اللي دي. عندهم الحساسية دول مم. بيبقى عندهم زيادة في
بعض نوع من انواع الاجسام المضاده اسمه الاميونوجلوبولين اي. ده بيبقى زياده عندهم قوي. الزياده ديت بتخليهم لما يتعرضوا للمؤثر ده بيفرزوا بشكل كبير ويمسكوا في بعض الخلايا اسمها الخلايا الماست سيلز. الماست سيلز دي لما يمسك فيها الاميونوجلوبولين اي ده بتاع المؤثر ده اللي هو الجسم المضاد بيؤدي الى افراز ماده الهستامين من الماست سيلز. افراز ماده الهستامين في اي من اجهزه الجسم سواء كان الجيوب الانفيه او الصدر او الجلد او العين بيؤدي لاعراض الحساسيه. عشان كده الهستامين ده هو الباك بون، العمود الفقري بتاعنا او الكورنر ستون، حجر الزاويه بتاعنا في مرض الحساسيه. تمام. طيب الحساسيه دي بقى يا دكتور ليها وقت معين ولا ممكن تيجي في اي وقت؟ إجابة السؤال ده بتتوقف على هل المريض ده حساس من حاجة بتظهر في وقت معين ولا حساس من حاجة موجودة طول السنة. لو أنا حساس من أو عندي حساسية من بعض المأكولات يبقى وانس إن أنا أكلت بعض المأكولات ديت الحساسية ده تظهر لي. تمام. لكن لو أنا حساس من حاجة بتظهر في وقت معين في السنة زي حبوب اللقاح بتظهر بتزيد في الربيع أو في الخريف، زي الجو البارد اللي بيظهر في الشتاء، يبقى اذا الحساسيه بتاعتي هتبقى في وقت الايه، ممكن على اساس اكل او اكلات معينه او جو او مش لازم اكلات. احنا مم. عندنا حساسيه ممكن تكون من مأكولات زي اشهرهم البيض واللبن، او ملموسات زي الصوف والحرير. اللي بتجيله بقى الحساسيه دي هو خلاص بيعرف ان هو عنده حساسيه من الحاجات دي؟ طبعا، وممكن يعني في اختبارات معينه بتعرف ان عنده حساسيه من ايه. تمام. يبقى زي ما قلنا من المأكولات، ملموسات، تمام. او حاجات مستنشقه زي حبوب اللقاح، او بعض الطيور او الحيوانات الاليفه اللي بتتربى في البيوت زي القطط والكلاب وما شابه، بعض الحشائش. تمام. انواع حشائش معينه ممكن الانسان يكون حساس منها، بعض الفطريات، ودي من اشهر الحاجات دلوقتي اللي بدات تظهر وبدانا نعرفها، ان في فطريات معينه بيبقى الانسان عنده حساسيه منها. او في حاجه مشهوره جدا جدا بس الناس ممكنش عندها خلفيه منها، وهي حشره الفراش، بتسمى بالانجليزي هاوس داست مايت. دي حاجه بتتقاس بالميكروميتر، ما بتتشافش بالعين المجرده. حشرة الفراش دي معروفة عندنا باسم عامي كده ولا حاجة؟ لا خالص خالص، ملهاش، الناس مش بتشوفها، مش عارفينها فمش مش عارفينها. بس دي من اشهر الحاجات اللي بتسبب حساسيه، هاوس داست مايت. تمام. ممكن نتكلم عن حلها في اخر الحلقه، انما كنت الاول بقى دكتور احمد عايزين نعرف هو الحساسيه عند الاطفال هي نفس الحساسيه عند الكبار ولا في اختلاف؟ غالبا هي بس الاختلاف الكبير قوي هل الطفل يقدر يبرز الاعراض زي الكبير ولا ما يقدرش يبرز الاعراض زي الكبير، يعرف يعبر عن الاعراض اللي عنده، يقدر يعبر عنها ولا لا. احنا عندنا في التشخيص الاكلينيكي لاي مرض بيعتمد على يعني حاجتين مهمين قوي، الا وهم التاريخ المرضي اللي بنسميه الهيستوري او الفحص الاكلينيكي. طب الحساسيه اقدر اعرفها ازاي؟ لا، الحساسيه بالذات ما بتعتمدش على الفحص الاكلينيكي، بتعتمد اكتر على التاريخ المرضي. ان العيان هو اللي يقول لي يا دكتور انا كويس، مجرد ان انا شميت تراب او دخان او روايح، مجرد ان انا بدات العب مع القطه بتاعتي او مع الكلاب، لما انزل الريف عند اهلي واشم واستنشق هوا الريف يحصل لي حكه في الانف، يحصل لي عطس، يحصل لي سيلان، يحصل لي رشح مستمر، انسداد في الانف، فانا ابدا اعرف هو ان دي اعراض حساسيه وابدا اميز ان هي. لكن بالفحص الاكلينيكي ما عنديش حاجه مميزه تقول لي ده عنده حساسيه ولا لا. طيب فالطفل بقى مش هيقدر يبرز لي الاعراض بالشكل ده، لكن الام او الاب هييجوا يقولوا لي بالظبط كده، الام او الاب هيجوا يقولوا ده طفل عنده رشح مستمر. هنا بيبقى عندنا بقى ايه كذا مرض معين كده بيبقى عاوزين نفرق بينهم، فبنفرق بالاستبعاد او بالاكسكلوجن. من اشهر الحاجات اللي ممكن تسبب سيلان عند الاطفال او رشح مستمر هي وجود لحميه متضخمه في البلعوم الانفي، ده بتسبب رشح مستمر عند الاطفال وانسداد في النفس. ممكن تتشخص خطأ كانها ايه على وجود لحميه، لا على وجود حساسيه، على وجود حساسيه. يعني ممكن وجود اللحميه ممكن يخلي الكثير من دكاتره الاطفال او من الامهات يقولوا ان الطفل عنده حساسيه وما عندوش حساسيه، هو الاعراض دي كلها بسبب وجود لحميه. فلازم الطبيب يحاول يفرق بين وجود الحساسيه وبوجود اللحميه، وده اللي احنا كنا لسه بنقول عليه التشخيص بالاكسكلوجن
انا لو عملت اكسكلوجن لوجود استبعاد لوجود اللحميه وما عنديش اي اعراض تانية، والطفل هو الظاهر عنده وجود الرشح المستمر ولو معاه حكه بقى كمان، ده ممكن في الغالب بيتشخص ان هو عنده حساسيه. مش هوقع بينك وبين دكاتره الاطفال يعني. لا لا لا، دول حبايبنا. كده دكاتره الاطفال بقى لما يعني هم بيحولوا للانف واذن، هو يشوف ان هي لحميه ولا لا، ولا هو هو غالبا يعني الدكتور الاطفال الماهر بيقدر ممكن من نفسه هو يطلب اشعه ويقدر يحدد فيه لحميه ولا لا، او لو هو في بعض الدكاتره لما بيلاقوا الطفل مش مستجيب لعلاج الحساسيه بيحولوا لدكتور الانف والاذن اللي ممكن يشخص وجود اللحميه، سواء بالكشف بالمنظار. الكشف بالمنظار دلوقتي احنا دخلنا الحمد لله المنظار في عيادات روح الحياه الحمد عشان لله. نقدر نملى الجاب دي كانت ناقصه. الحمد لله هنقدر نملاها عن ان احنا نقدر نشخص. ممكن الطفل لو جاي في يوم واحد يقدر يخش لدكتور الاطفال يكشف عن دكتور الاطفال، ولو دكتور الاطفال محتاج ان دكتور الانف واذن يبص عليه بالمنظار عشان يتاكد من وجود لحميه، مجرد بس انه يطلع من العياده العياده اللي جنبيه يقدر يكشف ويطمن ويرجع لدكتور الاطفال تاني لو دكتور الاطفال عاوز يكمل معاه علاج بشكل معين. تمام. طب دكتور احمد بقى، اكيد يعني في دماغ الناس اسئله دلوقتي على هو اصلا يعني ايه سبب الحساسيه الجيوب الانفيه، وهل هي ممكن تكون عوامل وراثيه ولا بسبب مشاكل بيئيه، يعني مثلا البيئه اللي الواحد فيها من اتربه او حاجات معينه، ولا يعني ايه الاسباب بالظبط بتاع حساسيه الجيوب الانفيه؟ بصراحه ده سؤال كويس جدا وسؤال مهم جدا. تمام. هو طبعا العامل الوراثي ده بيتحكم في حاجات كتيره جدا من الامراض بتاعتنا. احنا بناخد الجينات بتاعتنا من الاب والام. تمام. الجينات دي هي اللي متحكمه في حاجات كتيره مننا. فانا لو الاب والام عندي هم اساسا مرضى حساسيه، غالبا الجينات بتاعتهم اللي هي مسؤوله عن افراز الاجسام المضاده اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه، اللي هي الاميونوجلوبولين اي، فده هيكون زايد عند الطفل برضه، وفي الغالب هيبقى نفس الاستجابه المناعيه عنده، فهيبقى يطلع برضه عنده حساسيه. فده العامل الجيني. بس العامل الجيني لوحده مش كفايه. لو ما تعرضش للبيئه او للحاجات المؤثره او الحاجات الحساس منها في البيئه، ممكن ما تظهرش عنده الحساسيه. يعني انا ممكن عندي الجين بتاعي يكون عندي فيه حساسيه بس ما تعرضتش في البيئه بتاعتي للحاجات دي خلاص. لكن عندي جين وتعرضت في البيئه بتاعتي للحاجات اللي بتسبب لي حساسيه، زي حبوب اللقاح، التدخين، القطط، الحشائش، كل دي حاجات بيئيه فانا تعرضت ليها، وعندي الجين بتاعي او العامل الجيني او العامل المناعي بتاعي عنده قابليه لذلك، هتظهر عندي اعراض الحساسيه ويظهر عندي الحساسيه. تمام. يعني احنا دلوقتي ممكن يبقى حد عنده يعني وراثه في موضوع الحساسيه بس ما تظهرش لو ما فيش لو طبعا ما فيش طبعا مشاكل تخليها تظهر. طبعا عايزين بقى نركز شويه على المشاكل اللي ممكن تظهر الحساسيه. يعني ايه الحاجات زي حضرتك قلت دلوقتي، مثلا القطط او احنا ذكرنا في الاول ان الحساسيه اللي ممكن تكون من المأكولات، اشهرهم اللبن، البيض، يعني اللي عنده جين ده ان هو والده او والدته او في وراثه في الحساسيه، يتجنب ايه عشان ما يزودش معاه؟ كلمه يتجنب ايه انا سواعي برفضها. ما ينفعش اقول لكل العيانين كلهم متساويين واقول لهم يتجنب 1 2 3 واعد 10 حاجات او 20 حاجات. بشوف بعض الناس كده كاتبين الليسته كده فيها 10 او 10 اصناف، كل واحد طبعا بقول يتجنب. لا، ليه حياه مختلفه. احنا بالظبط كده. انا ممكن اكون عندي حساسيه من الكحول، انا فعلا عندي حساسيه من الكحول. حد غيري ما عندوش حساسيه من الكحول، حد تاني عنده حساسيه من القطط، انا ما عنديش من القطط. يا حضرتك عندك من السمك، انا عندي من الموز. حد تاني من البيض، حد تالت من اللبن، حد من الحشائش، حد من الهواء، التراب مثلا، التدخين، السجاير، من الهاوس داست مايت اللي احنا بنقول من اشهر الحاجات عالميا دلوقتي، من الفطريات اللي هو ايه الهاوس، اللي هي حشرة الفراش. تمام. فكل شخص حسب حاجته. دلوقتي في حاجة جديدة بقى اسمها اختبار حساسية تحت الجلد، وده بيتعمل عند دكاترة المناعة. وعندنا في فريق روح الحياة دكتور أحمد يحيى اسماعيل مدرس أمراض المناعة مسؤول عن النقطة دي بالذات، ومن أشهر الناس اللي بيتعاملوا فيها في بني سويف. اللي هو بيعمل ايه، يقدر يعمل اختبار حساسية تحت الجلد. هو عبارة عن اختبار كده مكون من 20 شكة مثلا بيتحطوا في الدراع. كل شكة بتحمل مؤثر معين. في شكة تحمل مؤثر الحشائش، في شكة تحمل مؤثر
الهاوس داست مايت، في شكه تحمل مؤثر القطط، في شكه تحمل مؤثر التدخين، في شكه تحمل مؤثر الصوف، وهكذا. ويظهر بقى ونقدر نقيس بقى الاستجابه المناعيه او الاستجابه الحساسيه للايه للشخص ده بعد ما يتشك. واللي تحصل عنده استجابه قويه واستجابه ملحوظه وملموسه بمقياس معين، ده بيتصنف ان عنده حساسيه للنوع ده. وفي الحاله دي نقدر نقول له ايه، تجنب 1 2 3، مش تجنب 20 على صنف. حسب النوع الحساسيه حسب اللي النوع عنده. اه. تمام. طيب دكتور احمد، بقى في سؤال مهم جدا. الناس بتتلخبط ما بين حساسيه الجيوب الانفيه ودور البرد العادي. فهل في فرق ما بين حساسيه الجيوب الانفيه ودور البرد؟ طبعا حساسيه الجيوب الانفيه مختلفه تماما عن دور البرد. مم. دور البرد دايما بيصاحبه ارتفاع بسيط في درجه الحراره، وممكن في بعض الاحيان بيبقى ارتفاع شديد لو الفيروس نفسه فيروس قوي، وبيبقى معاه تكسير في الجسم وهمدان وتكسير في العظام. زي اي حاجه يعني. عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله مثل عليه وسلم. المؤمنين في توديهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالايه، بالسهر والحمى. فدي لو في دور برد هيحصل الاعراض المصاحبه للدور البرد، همدان، تكسير، ارتفاع في درجه الحراره. تمام. لكن الحساسيه ده مش عدوى. مش دي اعراضها. مش عدوى، هو مجرد بس انه لما بيتعرض لحاجه بيحصل سيلان، يحصل رشح، يحصل زكام، يحصل عطس، يحصل اكلان. صداع للجيوب الانفيه. الصداع غالبا ما بيحصلش مع الحساسيه، الا لو حصل احتقان شديد في الاغشيه المخاطيه سببت قفله احد الجيوب الانفيه، وفي الحاله دي سبب صداع. لكن الصداع بيحصل اكتر مع مع الالتهابات، مش مع الحساسيه. الحساسيه ممكن تحصل بشكل متكرر، يعني كل اسبوع يحصل له رشح في يومين 3 ويقف. طول السنه يحصل في فصول معينه. لكن دور البرد في الغالب بيبقى في الشتاء مرتين في السنه، 3 مرات في السنه اقصى حاجه. لكن لو واحد بيشتكي ان عنده رشح وزكام بشكل مستمر كل اسبوع او كل شهر بيجيله مره، ده في غالبا بيبقى عنده حساسيه. طيب لو قلنا يا دكتور احمد، ايه هي مضاعفات حساسيه الجيوب الانفيه؟ تمام. حساسيه الجيوب الانفيه معناها ان في احتقان مستمر بيحصل على الغشاء المخاطي بتاع الجيوب الانفيه. الاحتقان الغشاء المخاطي ده ممكن يسبب في انشاء لحميات من الجيوب الانفيه، او حساسيه فطريه ولحميات فطريه. دي من المضاعفات المحتمله. الحاجه الثالثه ان يحصل احتقان مستمر لقناه ستاكيوس، وده يسبب التهاب حاد في الاذن الوسطى او التهاب مزمن في الاذن الوسطى. الحساسيه ممكن تنتقل للجهاز التنفسي ويسبب حساسيه في الصدر، تمام، او التهاب مزمن في الشعب الهوائيه، الربو. ممكن تسبب التهاب مزمن في الجيوب الانفيه. كل دي حاجات مضاعفات ممكن تحصل مع حساسيه لو العيان ما التزمش بعلاج الحساسيه. بالظبط. يعني احنا كده اي مريض عنده حساسيه جيوب الانفيه لازم يلتزم بالعلاج عشان ما تحصلش مضاعفات تدخله في مشكله تانية. الحساسيه من الحاجات الكنترولابل، يعني اقدر اتحكم فيها او اقدر اتجنب مشاكلها لو العيان قدر يستمر على العلاج بتاعها. تمام. طيب لو حد بقى عرف ان هو عنده حساسيه جيوب انفيه، ايه اول خطوه المفترض يعملها اول ما يعرف انه عنده حساسيه جيوب انفيه؟ اول خطوه انه لازم يروح للدكتور متخصص عشان هو يتاكد من تشخيص. ما ينفعش هو من نفسه يقول انا عندي حساسيه جيوب انفيه، لان في متشابهات كتير. فالدكتور يقدر يميز بين المتشابهات ويقدر يستبعد المتشابهات ويقف عند تشخيص معين اللي هو تشخيص الحساسيه. تمام. طيب وقف عند تشخيص الحساسيه، يبدا بقى العلاج الدوائي اللي هو في الغالب بيبقى اقراص مضاده للهستامين، ودي مشهوره جدا عندنا وفي كذا صنف كتير جدا في السوق الناس كلها عارفاه. اقراص مضاده للهستامين اغلبيتهم الذي يعني اشهر اللي احنا بنكتبه دلوقتي اللي هو لا يسبب النعاس، زي التلفاست والليفست و اليريد وحاجات كتيره جدا. تمام. الدكتور بيوصف العلاج الدوائي. لو العلاج الدوائي مش قوي ممكن نبدأ نخش على حاجة تانية بقى اسمها العلاج المناعي. طيب دكتور أحمد، في ناس بقى بتقول ان العلاج الطبيعي بيفرق مع العلاج الطبيعي اللي هو المقصود بيه مثلا زي جلسات البخار، استنشاق البخار والكلام ده، بيعالج مشاكل حساسية الجيوب الأنفية. هو مش هيعالج الحساسية بشكل مباشر، لكن ممكن يقلل من احتقان الأغشية المخاطية، يقلل من الأعراض المصاحبة ليها. تمام. حتى دلوقتي في كلام عالمي مش كلام محلي،
على الكابنج. هو بره بيقولوا عليه كابنج، احنا عندنا اللي هو الحجامه. يعني في كلام مدروس وكلام بدأ يكتر كتير جدا في الابحاث العلميه الحديثه عن دور الكابنج في التهابات الجيوب الانفيه وفي حساسيه الجيوب الانفيه. ان هي بتقدر تحسن وظائف الاغشيه المخاطيه ووظائف الجهاز التنفسي العلوي لمريض الحساسيه ومريض الجيوب الانفيه. مجربه وجابت نتيجه؟ جابت نتيجه كويسه. تمام. طيب لو احنا بقى قلنا دكتور احمد، يعني احنا قلنا دلوقتي الحجامه من العلاج، والاستنشاق البخار برضو يعني جزء من العلاج. هل في طرق حديثه بقى اكتر تاني في علاج الجيوب الانفيه؟ يعني زي ما قلنا ان احنا ممكن نعرف نوع الحساسيه، النوع المؤثر اللي هو المريض بالاختبار عنده المناعي. حساسيه، اللي هو اختبار تحت الجلد، اللي هو سكين بريك تيست. في الحاله دي يبقى اول حاجه اقولها للمريض ان نعمل افويدنس، نتجنب الامر ده. لو قدرنا نتجنب، لو الحاجه دي نقدر نتجنبها بشكل تماما، خلاص العيان ممكن ما يحتاجش العلاج اساسا. يعني هو عارف انه عنده حساسيه من الكلاب، ما هيجيش جنب الكلاب وخلاص. واحنا عارفين طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم وصى ان احنا ما نربيش الكلاب في بيوتنا. بس هو في عادات كده بدأنا نكتسبها كده، ان كل واحد عاوز يجيب كلب ويربيه في البيت. ان الكلاب مش مفترض للحراسه فقط. لو عارف ان انا عنده حساسيه من الكلاب، خلاص مجرد ان هو بعد عن الكلاب مش هيحتاج ياخد علاج. فده يعني دي حاجه مهمه جدا في موضوع الاختبار، ان انا اقدر اعرف الحاجه اللي انا حساس منها واتجنبها. تمام. طيب في حاجات بقى مش قادر اتجنبها، موجوده في البيئه بتاعتي، في البيئه زي التراب مثلا، تراب، سجاير. انا مش بدخن بس انا بروح الشغل بلاقي 3-4 بيدخنوا، بركب المواصلات في 2 بيدخنوا، في الشارع وانا ماشي في حد بيدخن جنبيا، الحشائش وانا راجل اساسا في الريف، وهكذا مش قادر اتجنبه. في الحاله بقى دي بنعمل حاجه اسمها ديسنسيتايزيشن، او تقليل الحساسيه. تمام، او ازاله الحساسيه. بتبقى حاجات معينه بتتعاطي بشكل معين على مدار سنه او سنتين، بندي المؤثر ده بشكل معين عشان نعمل نغير في الجهاز المناعي انه يتعرف عليه ان هو حاجه طبيعيه، مش حاجه مفروض يستجيب ليها استجابه مفرطه. طب انا هاخد من كلام حضرتك بقى سؤال مهم جدا. مريض حساسيه الجيوب الانفيه ده يكشف انف اذن ولا يكشف مناعه في الاصل؟ احنا برضو اللي مش عاوزين نتنافس على المريض، او المريض يحاول يقول ان انا اكشف تخصص واحد وتخصص تاني مهمل. احنا الاتنين بنكمل بعض. الدكتور الجيوب الانفيه هيشخص ويعمل يستبعد المتشابهات من الحساسيه، ويبعته للدكتور المناعه، يقدر ممكن يمشي معاه علاج مناعي او ديسنسيتايزيشن ويجيب نتيجه كويسه. تمام. في حاجه جديده اسمها علاج البيولوجي، بس العلاج البيولوجي دلوقتي لانه غالي جدا مقتصر على المريض الحساسيه الجيوب الانفيه اللي بدا يحصل عنده مضاعفات وينشا عنده لحميات. بدانا نستخدمه معاه وبيجيب نتيجه كويسه، وبيجنب العيان جراحات ممكن تكون خطيره في بعض الاحيان. تمام. طب دكتور احمد، يعني حلقه ماتعه ومعلومات قيمه. انا سعيد جدا ان انا كنت قبل ما نختم بقى، لا احنا لسه قبل ما نختم عايزين بقى نصيحه حضرتك حابب تقدمها لمرضى حساسيه الجيوب الانفيه، نصيحه عامه بقى. احنا عايزين نطلع بحاجه في الحلقه النهارده ونقول النصيحه دي هيحطها قدام عينه هتخليه تمام جدا. مريض حساسيه الجيوب الانفيه قبل ما يقول انه عنده حساسيه لازم يزور الطبيب، يتاكد انه عنده حساسيه، يلتزم بالعلاج، ما يوقفش العلاج من نفسه، يحاول يتجنب على قدر الامكان الحاجات اللي هو شايف انه لما بيتعرض ليها بيحصل له حساسيه. الوقايه خير من العلاج. ان انا اتجنب المؤثرات افضل من ان انا اخد علاج. مجرد ان انا اتجنب، انا قلت لحضرتك انا عندي حساسيه من الكحول، فانا بحاول قد ما اقدر ان انا ابعد عن الكحول. خلاص انا ما خدتش كحول، مع ان الكحول في البيئه بتاعتك بقى في الشغل وكده، بس بحاول اشوف حاجات بديله. فانا خلاص حاولت ان انا اتجنب الكحول، خلاص انا مش هحتاج ان انا اخد برشام. في بعض الاحيان لا، غصب عني ممكن اتعرض للكحول، ممكن اضطر في اليوم ده اخد اقراص مضاد الحساسيه. تمام. المتابعه المستمره، الالتزام بالعلاج، دي افضل حاجه المريض يقوم بيها. شرفتنا دكتور احمد، وجزاك الله خيرا على تشريفك لينا النهارده. انا سعيد ان انا معاكم على معلوماتك القيمه دي، وسعيد ان انا واحد من فريق روح الحياه. وان شاء الله تعالى الفريق عيادات روح الحياه او جمعيه روح الحياه بشكل عام تفضل يعني تقدم خدمه باذن الله طبيه متميزه للمريض السويفي باذن الله. جزاكم الله خيرا دكتور احمد، جزاكم الله خيرا على استماعكم لينا النهارده في الحلقه المهمه دي،
واخيرا بنأكد تاني ان احنا هنا مش بنتكلم عن الامراض واعراض الامراض، وانما بنرسم لكم طريق العافية في خطوات. بودكاست طريق العافية، صحتك رسالتنا وعافيتك مهمتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.